قالوا أهل أول لسان طويل وقلب صافي أحسن من لسان ملس وقلب نجس. وقالوا كمان لسانها ب7 شطلات، يعني شاضوم وصوت عالي وبتحكي شروي غروي، ما بتحترم حدا وما بتسكت، يعني بالعامية قارحة ونورية. وقالوا زمان لسان الحلو بيطلع الحي من وكرة. وبأمثالنا الشعبية بنقول فلان يلي حكى بعظمة لسانه، يعني طلع الحكي منه مع إنه اللسان ما فيه عظم. اللسان سبحان الله قطع صغير بجسم الإنسان، بس فيه العجب العجاب. بلساننا ممكن نأذي، ممكن نقتل ونحن مدارين، ممكن نخرب بيوت، ممكن نعمل أشياء كتيرة. بلساننا ممكن نجرح ونكسر قلوب، ممكن نجبر خواطر، وممكن نحيي قلوب، ممكن نعمر بيوت ونصلح أمة، وممكن نهدي، وممكن ننصح، وممكن نفرج عن الناس، وممكن نجمع بين أشخاص. وبلساننا ممكن نرتقي بالدنيا وعند رب العالمين. وبلساننا ممكن نهوي بالنار 70 خريف بكلمة قلناها بقصد أو بغير قصد، والله يجيرنا من النار. الكلمة الطيبة والمنيحة طالعة، والكلمة البشعة طالعة، فاختاروا كلماتكم